في عدد كبير من المواضيع مطروحه للنقاش، وده كان جيد جدا. بالمناسبه بعد احداث الثوره ظهر الى عالم المرئي والمقروء عدد من الدواوين الشعريه الكثيره، وكلها تتحدث حول الاحداث مصر قبل الثوره واثناء الثوره تحديدا. في تقديرك هذا التعاطي السريع مع الواقع هل هو من الحصافة الشعرية الأدبية الفنية؟ هو بيبقى ضرورة تاريخية، يعني في كل حدث جلل بيحصل بتلاقي أعمال كتير جدا بتعامل هذا الحدث، لكنها تخرج بعده بفترات حتى تستقر الأوضاع وتصبح الرؤية واضحة. هي دي الأعمال التي تعيش، يعني الأعمال التي تعيش هي اللي بتخرج بعد فترة من هضم الواقع والتعامل معاه، يعني كل الأعمال اللي بتدور دلوقتي بتدور حول شيئين، إما ميدان التحرير كلها تتكلم عن الميدان، أو إنها تتكلم عن سلبيات الرئيس المخلوع وجزء من أجزاء الانتقام، يعني اللي هو يعني أنا قادر دلوقتي أقول يعني جزء من ده مش عايز أسميه كده، بس هو جزء من دوت بيبقى حاصل بشكل حقيقي. يعني الجزء الثاني مش هي دي البطولة، هي البطولة كانت فيما قبل ما تبقاش فيما بعد، يعني البطولة إنك تقول رأيك وهو موجود، مش البطولة إنك تقول رأيك وهو في السجن. من كان بطلا في تلك المرحلة وقال رأيه بوضوح قبل الثورة؟ 90% من جيل الشباب. 90% من جيل الشباب قالوا رأيهم قبل الثورة. ولماذا قلت جيل الشباب؟ ليس في الأجيال السابقة من قال رأيه بوضوح؟ بنتكلم في مبارك ولا في علاقة الحاكم بالمؤسسة الثقافية؟ بشكل واضح، أنا بعيدا عن الثورية والرمزية في الكلام. طيب النظام بشكل عام كان اللي بيقول رأيه فيه الشباب، لأن هم اللي رفضوا أن ينتفعوا من النظام، وكتير جدا من الأجيال الكبيرة انتفعت بمناصب وانتفعت بجوائز وانتفعت بمراكز، وهم إلى الآن موجودين لسه إلى الآن. احنا لو بنسمي النظام، ما هو مين قال إن المثقفين بره النظام؟ في كتير جدا من المثقفين جزء من النظام السابق، والشعراء أيضا، والشعراء جزء من النظام السابق، كبار طبعا، والأسماء المعروفة طبعا يعني وبمناصب، يعني بمناصب محددة موجودة، وبجرائد ووثائق تاريخية وتهاني للنظام، وافتتاحات معارض مع رموز النظام، وصور تذكارية مع العائلة المالكة في مصر السابقة يعني، وكل ده موجود، وهم الى الان موجودون في مناصبهم لم يتغيروا. واتصور ان التغيير محتاج ثوره داخل الثقافه يعني. لكن اللي اقدر اقوله الشباب هم اللي قالوا ثوره، وما اقدرش اسمي، يعني الشباب هم اللي قالوا رايهم بمنتهى الوضوح والصراحه. قالوا رايهم لما عملوا جامعات ادبيه خرجوا بيها من دايره النظام. ده كان اول راي، دايره المؤسسه الرسميه للثقافه. ده كان اول راي واضح جدا جدا. الشباب بيعمل جامعات ادبيه، وفي كل اللقاءات اللي كانت الجامعات دي بتعملها كانت بتقول ان احنا بنعمل ده لان احنا مش جزء من النظام، واحنا مش جزء من المؤسسه، لان المؤسسه بتهادن السلطه. ده كان مفهومنا زمان. احنا دلوقتي لقينا المؤسسه جزء من السلطه، يعني كنا فاكرين زمان ان هم هذه قراءه. البعض يقول لانه هذه المؤسسه كانت تقصيكم ولا تعطيكم الفرصه. الموضوع مش موضوع يعني علاقه بالنظام او سلطه، لكن هي فرصه او اتاحه لموطئ قدم ومجال. لو هي كانت ما بتديناش الفرصه، فهي كانت ما بتديناش الفرصه تنفيذا لتعليمات النظام، لان كان واضح جدا ان في جيل من الشباب. اصل احنا يعني هو الشباب اللي خرج في 25 يناير و28 يناير ده ما خرجش فجاه. هم دول كانوا المجموعات اللي كانت ارائهم واضحه جدا وقتها، اللي كانوا بيقولوا ان احنا ضد، اللي كانوا بيكتبوا قصائد ضد السياسات الاقصاء، وضد تهميش الشعب وتهميش الشارع، وضد الفقر، وكانوا متضامنين مع الفقراء ومتضامنين مع كل الازمات اللي موجوده. فازاي ابقى متضامن مع الفقراء واقعد مع وزير التضامن واسلم عليه؟ يعني ازاي وزير التضامن